أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في قناة مراجعة أفلام ومسلسلات. فيديو جديد ومميز اليوم عن مسلسل حرب الجبال. وقبل ما نبدأ، ادعمونا باللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وحصري من قناة مراجعة أفلام ومسلسلات. دعنا نتحدث عن مسلسل حرب الجبال بطريقة مختلفة. يله من مشروع درامي مصري مثير للاهتمام. يبدو أننا على وشك مشاهدة قصة اجتماعية غنية بالأحداث تدور رحاها في منطقة شعبية نابضة بالحياة. فكرة الصراع الأزلي بين الخير والشر، والتي تتجلى من خلال حكايات إنسانية متشابكة، تبدو جذابة للغاية. كما أن قائمة الممثلين المشاركين في هذا العمل تحمل أسماء كبيرة في عالم الدراما المصرية، وهذا بالتأكيد يرفع من سقف التوقعات. من الرائع أن نرى أحمد رزق في دور حرب الجبال، بالإضافة إلى وجود قامات فنية مثل سوسن بدر ورياض الخولي وصلاح عبد الله. رحم الله الفنان القدير أشرف عبد الغفور. سيكون من المؤثر مشاهدة آخر أعماله. ويبدو أن صناع المسلسل بقيادة المؤلفة سماح الحريري والمخرج محمد أسامة قد بذلوا جهدا كبيرا لتقديم عمل مميز. الخبر الجيد هو أن المسلسل سيكون متاحا لقطاع واسع من الجمهور عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد. بشكل عام، حرب الجبال يبدو مسلسلا يستحق المتابعة والانتظار حتى موعد عرضه في 18 من مايو 2025. وبس كده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. متنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس وسيبوا رأيكم في التعليقات. شكرا للمشاهدة،